السلام عليكم. قطاع التعليم في المغرب، القطاع اللي داير بالبالة مؤخرا من اضرابات الاساتذه الى مراكز متاخره في التصنيف العالمي وزيد مشاكل كبيره كيواجهها التعليم. وما نساوش ان هذا القطاع الحيوي كيلعب دور اساسي في صنع مجتمع المستقبل. التعليم في المغرب قبل الاستعمار الفرنسي كان هو التعليم الشرعي اللي كيكون في المساجد، وهذا التعليم كان غير مؤطر وغير اجباري. وبعد ما دخلت فرنسا دارت مدارس اللي كانت كتقري فيهم بعض ابناء المغرب، وبعد ما دخلت فرنسا دارت مدارس اللي كانت كتقري فيهم بعض ابناء المغرب، واللي كانت من خلال ذاك التعليم كتغرس فيهم افكار مواليه لفرنسا والاستعمار باش يكونوا واحد الجيل تابع لفرنسا في كل شيء. وبعد استقلال المغرب كون مدارس ديالو، كان عدد التلاميذ في المغرب محدود، فكانت الدوله كتبني مدارس باش ترفع من نسبه التلاميذ، لكن كانت بعض المشاكل واللي باقيه لحد الان. وامام هذا المشكل في التعليم العمومي ظهرت مدارس خاصه اللي استغلت ضعف المستوى والمشاكل اللي كاينه في التعليم العمومي باش تستقطب عندها اكبر عدد من التلاميذ. حتى اباء التلاميذ بعد ما شافوا المشاكل اللي كيعاني منها التعليم العمومي ولا كيبان لهم ان التعليم الخصوصي هو التعليم الانسب لولادهم، وفقدوا الثقه في التعليم العمومي، ولينا كنشوفوا هجره التلاميذ من التعليم العمومي للتعليم الخصوصي. فخلال الموسم الدراسي 2010 2011 كانت نسبه التلاميذ في المدارس الخصوصيه 10.1%، وفي الموسم الدراسي 2023 2024 وصلت ل 15%، ومن المتوقع تزيد ترتفع هذه النسبه خلال الاعوام الجايه، خصوصا وان مؤسسات التعليم الخصوصي بدات كتنتشر في المغرب بواحد الشكل كبير. وهذا الشيء كيفسروه بعض المحللين على انه في صالح الدوله، ولكن ماشي في صالح المواطنين، لان الدوله قطاع التعليم بالنسبه لها قطاع غير مدير للدخل، يعني كتخسر فيه فلوس كثيره في المقابل ما كتدخل منه والو. وهنا كنهضروا على العائدات الماليه، في حين ان مؤسسات التعليم الخصوصي كيرجع للدوله بعائدات ماليه، بالرغم من ان التعليم الخصوصي البرامج ديالو ما كتتبعش مناهج محدده من طرف الدوله، بل كتتبع مناهج متعدده ومتنوعه. لكن هذا الشيء كيضر بجيوب المواطنين، لان مؤسسات التعليم الخصوصي كتقري مقابل واحد المبلغ مالي، واللي في ظل هذه المشاكل الاقتصاديه وانخفاض القدره الشرائيه فولاو المواطنين ما قادينش عليه، وخا البعض منهم كيفضل انه يعيش مزير باش يقري ولده في التعليم الخصوصي، ظنا منه انه فيه جوده في التعليم. ومازال لحد الان المغرب كيدير مشاريع باش يطور من التعليم، بحال مشروع المدرسه الرائده اللي طلقته الدوله مؤخرا. وهذا المشروع المدرسه الرائده كيعني ان الدوله غادي توفر في المدارس بيئه تعليميه حديثه ابتداء من الموسم الدراسي 2024 2025، واللي من خلال هذا المشروع الدوله جهزت المؤسسات التعليميه باجهزه حديثه بحال الداطاش واضافه مناهج جديده باش تطور على الاقل غير شويه من مستوى التعليم. ولكن واخا هكاك كيبقى مستوى التعليم مشكل عويص. وفي ظل هذه الاصلاحات اللي كدير الدوله بقطاع التعليم ظهرت بعض الاصوات اللي كتنادي بتعريب التعليم، يعني الغاء تدريس المواد بالفرنسيه واستبدالها باللغه العربيه، خصوصا وان مستوى اغلب التلاميذ ضعاف في اللغه الفرنسيه. فطريقه التدريس نايض عليها جدل كبير في المغرب بين مؤيد ومعارض للمناهج المتبعه. فانت اللي وصلت لهذه المرحله من الفيديو، فشنو هما في نظرك الحلول اللي خاصها دير الدوله في التعليم باش تحسن من المستوى ديالو؟ وما تنساش دير متابعه للقناه وتفعل زر الجرس باش يوصلوك الفيديوهات اللي كنديرو، ونتلاقاو في فيديو جاي.